خليني أقول لك 5 علامات بتقول إن رأي الناس ونظرتهم هو اللي ممشي حياتك حرفيا. رقم 1، لو دايما رابط قيمتك بكلامهم، يعني مستني منهم رياكشن يقول إنك كويس، إنك شاطر، عشان تحس بقيمة اللي أنت بتعمله. أما لو انتقدوك بتحس إن اللي بتعمله ده ملوش أي قيمة وإن قيمتك بقت في الأرض. رقم 2، لو بتدي كلامهم أهمية أكبر من حجمه، يعني نظرتهم هي اللي تتحكم في إنك تعيش حياتك إزاي وإيه اللي تعمله وإيه اللي ما تعملوش. وهنا أنا مش بتكلم على الصح والغلط، لا أنا بتكلم عن رغبة الإنسان في إنه يمشي طريق معين ويحقق هدف معين. لو نظرتهم مأثرة على اختياراتك في إيه الطريق اللي أنت حابب تمشي فيه، في إيه الهدف اللي أنت حابب توصل له، يعني لو نظرتهم مأثرة على اختياراتك في الحياة لدرجة تخليك تشك في صحة قراراتك أصلا. رقم 3، لو بتعيد أحداث اليوم كله في دماغك لما بتروح وبتقعد تحسب وتفكر في كل كلمة قلتها، كل حاجة عملتها هيفكروا فيها إزاي وهيقولوا عليها إيه. رقم 4، لو بتغير من طبيعتك عشان تبقى شبههم وما تحسش بالوحدة، يعني بدل ما تعبر عن نفسك لا أنت بتمثل شخصية في نظرك إنهم هيحبوها وهيقبلوها أكتر ومش هتتعرض للنقد كتير. رقم 5، لو بتخاف من الرفض، بتخاف من الإحراج إنك تعمل حاجة أو تجرب حاجة جديدة وما تعجبش اللي حواليك، فمش بتجرب أصلا تعمل حاجة جديدة. لو فضلت سايب نظرة الناس وخوفك من النقد هو اللي يتحكم فيك ويمشيك في حياتك، انت مش بس هتحس انك متضايق دايما، مرهق دايما، لا ده حياتك كمان هتتشكل في طريق تاني انت مش هتحبه، وهتضطر تتأقلم على حاجة بتطفي روحك حرفيا وهتندم عليها بعدين. وليه دايما تعيش في سجن هيقولوا عليا ايه، بدل ما تعيش بمنظور انا حابب اعمل ايه، انا شايف ايه مناسب ليا اكتر. وليه تفضل مكانك؟ ليه تختار طريق حد تاني عشان بيقولوا لك عليه مضمون؟ ليه تلغي شخصيتك وتشك في نفسك وتبقى ماشي مع القطيع وخلاص؟ ليه تداري في طبيعتك؟ عشان رأي؟ عشان كلام؟ عشان نظرة؟ هي دي حاجات تستاهل تعيش مش مبسوط عشان خاطرها؟ كمان دي حاجة مرهقة جدا لجهازك العصبي، دايما أعصابك مشدودة عشان دايما بتلغي شخصيتك، بتلغي طبيعتك وبتعمل الحاجة اللي هترضيهم وخلاص، الحاجة اللي مش هتخليهم ينتقدوك. ده انت كده كمان بتجذب الأشخاص الغلط في حياتك، الناس اللي هتستغلك لأنك ما عندكش حدود ولا بتقدر وقتك ولا بتقدر أهدافك، الناس اللي هتضيع وقتك، الناس اللي هتشدك ورا بعيد عن أهدافك، بعيد عن أي حاجة كنت عايز تحققها. وهتبقى قاعد مستغرب ليه دايما حاسس بالإرهاق، ليه دايما حاسس إن روحك انطفت. وكمان لما تعيش في ضغط نظرة الناس وهم عايزينك تمشي إزاي هتفقد الثقة في نفسك، في قراراتك، في اختياراتك، في مشاعرك. ودي أسوأ حاجة الصراحة، أما تخسر نفسك، أما تعيش في تردد وقلق دايم إنك تختار حاجة أنت شايف إنها مناسبة ليك أو إنك تكمل في طريق أنت حابب تكمل فيه. هتحس دايما بالضغط على أعصابك إنك تعمل زي ما بيعملوا أو تفكر زي ما بيفكروا، لأن الحاجة دي اوريدي مش مناسبة ليك. بس أنت مش موجود هنا عشان تعجب الناس، أنت موجود هنا عشان تجرب، تختار، تغلط وتتعلم. يعني حتى بعد ما تستشير حد بتثق في رأيه، حد دماغ متفتحة، حد مقارب ليك في التفكير، قرارك النهائي بيكون جاي من دماغك انت. حتى لو القرار اللي انت هتاخده ده هيطلع غلط، انت بشر، انت مش ملاك، انت جاي الدنيا تغلط وتتعلم. بس ما تفضلش ضاغط على أعصابك عشان تعمل حاجة انت مش مقتنع بيها، أو عشان تعمل حاجة هي مش مناسبة ليك أصلا، أو عشان تمشي مع التيار، تمشي مع القطيع، أو عشان تتجنب إن حد ينتقدك. انت حرفيا جاي الدنيا هنا تتعلم. لما تبدأ تغير طريقتك في التفكير دماغك هتهدى شوية، هتختار الحاجة اللي انت شايفها مناسبة ليك، مش اللي هتعجب الناس أو اللي هتوافق نظرتهم أو المضمونة بالنسبة لهم. ومن هنا هتبدأ ثقتك بنفسك تزيد، انك تقدر تختار بنفسك الطريق اللي انت عاوز تمشي في حياتك، تختار بنفسك الهدف اللي انت عايز توصل له، تختار بنفسك الشغل اللي انت عايز تشتغله، تختار طموحك. ما تخليش حد يحدد لك الحاجات دي أو يضيق عليك الدنيا لمجرد ان نظرته في الحياة محدودة. فلما تشيل من دماغك القلق والخوف من الكلام الناس أو الناس هتقول عليا إيه، هتبدأ تاخد راحتك أكتر في حياتك، هتبدأ تحط حدود من غير ما تحس بالذنب، هتختار تقول لأ، تختار تدي وقت لحاجة أنت بتحبها أو وقت ترتاح فيه، أو تبعد عن علاقات أو صداقات كانت سامة بالنسبة لك، وتبدأ تختار الحاجات اللي حابب تديها وقت، الناس اللي حابب تقضي معاهم وقت عشان أنت فعلا عايز تقضي معاهم وقت، مش عشان فكرة إنك خايف تبقى لوحدك. فساعتها هتبدأ تعيش على طبيعتك مرتاح، تكمل في اللي تحبه وتختاره واللي شايفه مناسب ليك، تدي وقت لراحتك ولأهدافك، تبقى حاطط حدود صحية بحيث محدش يجي عليك ولا على نفسيتك. وفي ناس مش هيعجبهم كده، الناس اللي كانت بتستغلك هي اللي مش هيعجبها كده عشان ما كانش عندك حدود. بس الناس الصح هما اللي هيحبوا انك تكون مرتاح، هما اللي هيحبوا انك تحقق أهدافك، مش بيحاولوا يتحكموا فيك، لا بالعكس بيدوك المساحة تختار الحاجة اللي انت حاسس انها مناسبة ليك وهتريحك بعد كده. فهي دي العلاقات الصح. فالتغيير الحقيقي بيبدأ لما تبطل تستنى الناس تشوف قيمتك أو تحدد قيمتك،
وتبقى عارف قيمة نفسك كويس، عارف أنت عايز إيه وعارف هتعمل إيه بالظبط.